السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو على قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين، يا رب انصرك يا غزة، يا رب انصرك يا فلسطين. بإذن الله ربنا ينصرهم نصره العزيز الحكيم، لأنه ربنا قادر على كل شيء، وبإذن الله ربنا يكرمهم، لأنهم فعلا دولة العزة والكرامة. يا رب انصر إخواتنا في فلسطين. ان شاء الله نعيش ونشوفهم منصورين، وهم منصورين في كل الاحوال. ويا رب انصروا من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب. واحب اضيف بس اضافه، شكرا 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 لكل قلبي، لكل من اشترك في القناه. شكرا شكرا يا جماعه، والله العظيم انتوا على راسي، كلكم 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 فوق دماغي فوق دماغي والله. ربنا يزيد المحبه اللي بيني وبينكم، ربنا يعلم قد ايه انا بحبكم وبحب اعمل فيديوهات عشان نتكلم سوا. وباذن الله هظهر تاني وهنطلع حلقات مع بعض سوا، بس زقوا معايا الدعم والاشتراك. والله العظيم والله العظيم لا لا لا، باذن الله هتلاقوني بعمل لكل الدول العربيه، وهننطلق في كل المجالات عشان ربنا يكرمنا. اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد، وتخليك من عيله زملكاوي. كلنا اخوات، كلنا حبايب. والله انا ما بحبش اسيء لاحد، بس بنحب ان احنا نظهر لكل حاجه. والله ربنا يعلم انتوا معزتكم عندي قد ايه، وانا فعلا 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 انتوا فوق راسي. ربنا يعلم انتوا قد ايه ليكم معزه خاصه عندي، وانا والله العظيم بحبكم جدا. وشكرا شكرا جدا لحضراتكم يعني على كل الدعم، شكرا بجد. نخش بقى النهارده في فيديو جديد. معلش طولنا في المقدمه شويه، بس كان لازم نشكر كل اللي اشترك في القناه، كل الناس المحترمه اللي على راسي، اللي قدروني واحترموني واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد، واشتركوا وشاهدوا الفيديوهات وعجبهم. وشكرا شكرا شكرا، جميلكم ده على راسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امبارح كان في مباراة الجزائر قصاد موريتانيا. فرقتين عربيتين، الاتنين اخواتنا، الاتنين فوق راسنا. الشعب الجزائري على الراس، والشعب الموريتاني فوق راسنا. الاتنين فرقتين محترمين، دولتين فوق الوصف، اخواتنا وحبايبنا، وكلنا اخوات، كلنا اخوات. احنا النهارده هنشيد بموريتانيا، وباذن الله نعمل لها حلقه تغطيه كامله لمباراه دور 16 باذن الله. طول ما فريق موريتاني موجود في البطوله باذن الله اعمل لها حلقه، وتونس ان شاء الله ليها حلقه النهارده او بكره ان شاء الله. وكمان باذن الله مصر زي ما بنطلع لها على طول، وباذن الله المغرب ليها حلقه ان شاء الله بكره باذن الرحمن، او النهارده ان شاء الله بالليل كمان. شكرا 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 لكل اخواتنا في كل حته اللي مشرفينا ومنورينا، والدول العربيه في اسيا. والله انتوا على راسي، انتوا فرق، انتوا فوق الاحترام. كلكم برضو ليكم حلقه ملخص الجوله الثالثه باذن الرحمن، باذن الله. خليكم معايا عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا. امبارح الجزائر لعبت ماتش. طبعا الجزائر بكل صراحه وبكل امانه فرقه في هذه البطوله كانت فرقه للاسف مش على قد المستوى، مش على قد مستوى الشعب الجزائري. الجزائر وهي العراقه في الكوره. الجزائر طول عمرها توب في الكوره، طول عمرها بلد التطورات والانتفاضات في الكوره. 2014 منتخب الجزائر وشفناه عمل ايه قصاد المانيا. 2019 منتخب الجزائري بطل لكأس الأمم الأفريقية في بطولة البطولة التي أقيمت في مصر. 2022 المنتخب الجزائري بيعمل معجزة ان هو 2021 قصدي بيفوز بكأس العرب بالفريق اللي يعتبر الثالث كمان. يعني تخيل التطور اللي بيحصل. 2022 بداية الانتكاسة، خروج مخيب للآمال الجزائرية بعد الفوز ببطولة كأس العرب في بطولة الكاميرون. خروج من دور مجموعات بعد خسارة مدوية من فريق كورتيفوار 3-1. السنة دي بعديها بشهر بتروح تلعب الكاميرون. انا عارف مباراة مش عايز اذكرها، لكن فعلا 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 مباراة الزعل والاعصاب. مباراة الكاميرون لما بتجي فيكوا في جون في اخر لحظة وبتستاهلش كاس العالم. حلم كل الجزائر، حلم كل الجزائر. والجزائر فعلا لو كانت راحت كاس العالم كانت هتورينا وش جميل جدا احنا نفسنا فيه. لكن بنتكلم بقى بصراحة، من بعد كأس الأمم الأفريقية 2022 الكاميرون والخروج اللي مش كويس من دور المجموعات، كان يجب إقالة جمال بالماضي المنتهي تكتيكيا الخلاص. ازاي الراجل ده في لاعيبه كتير ما يتاخدش المنتخب؟ ازاي سعيد بن رحمة ما يبقاش في المنتخب؟
ازاي؟ عايز اعرف ازاي لعيبه كتير ما تتاخدش، ازاي الراجل ده كسر الهوية الجزائرية، ازاي الراجل ده مش عارف يتحكم مع كل الامكانيات والاوراق اللي تطور الفريق، ازاي الراجل ده لحد النهارده عقيم تكتيكيا، ازاي الراجل ده ما بيطورش من نفسه. عمرك ما هتنك بشكلك ده، لازم تغير. 2019 لما فزت البطولة كنت فعلا احسن منتخب، كان الجرينتا وكان افضل منتخب، لكن دلوقتي في الوقت الحالي انت مش احسن منتخب. كل الفرق بتعامل حسابك. ما بتروح تلعب في الاول ماتش قدام انجولا كسبان الشوط الاولاني وعامل اداء، لكن تنزل الشوط التاني تخيب الامال كده، اعرف ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. لما تنزل الشوط التاني قدام انجولا العجوزه الغير يعني مش فرقه اللي تخاف عليها، وازاي تصدرت المجموعه ماشي، بس من على حساب مين؟ على منتخب الجزائر. التعادل الاول مع الجزائر اداهم امل كبير يفوزوا على المنتخب الموريتاني اللي هنجيله في النص التاني من الحلقه، لكن ازاي امبارح يكسبوا بوركينا فاسو البانت جدا خاضعه جدا، اللي بان ان فيها عندها مشاكل، ان انت الماتش اللي فات تتعادل بهدف لبغداد بنجاح في الدقيقه الاخيره بالعافيه قصاد منتخب بوركينا فاسو. ازاي يا جماعه كده؟ ازاي كده؟ ازاي المنتخب الجزائري ينزل بالمستوى اللي الشكل ده؟ ازاي مفيش اي حلول؟ ازاي الكره الجزائريه مش بتتطور؟ احنا بنشوف على مستوى دوري ابطال افريقيا كمان الفرق الجزائريه مش عامله شغل كويس. شباب بلوزداد هو اللي ظهر في الشكل الاخير، حتى برضو البطوله اللي فاتت خروج مزري من سان داونز بعد ما كسبوا الزمالك وتاهلوا من مجموعتهم. شفنا مولودية الجزائر كالحال من سنتين لما كسبوا الزمالك، رحت في دور قصاد الوداد طلعت. ازاي يا جماعه؟ ازاي وفاق سطيف حتى خروج مهين قدام الاهلي في البطوله اللي قبل اللي فاتت؟ وحتى يعني يا جماعه يعني ازاي كده؟ ازاي ما فيش تطور الكره الجزائريه واحنا اصلا بنشاهد تطور للمنتخب؟ ليه؟ عشان المنتخب مليء بالمحترفين، المحترفين اللي انت لو سيطرت عليهم تعرف تكسب، لو ما عرفتش تمسك بلجامهم هتخسر. المحترف ده بيبقى جاي المنتخب عشان يعمل ويأدي، ان ما لقاش الراجل يبقى شديد عليه يبقى قوي عليه خلاص. يبقى انا بقول 3 جزئيات. الجزائر نفسها كمحتوى كروي لازم أن يتطور. بص على الناس المحليين، ايوه انا عارف اغلب المنتخب الجزائري لعيبه اتولدت بره، لعيبه جايه من بره، لعيبه محترفه، ايوه طبعا دي لعيبه على كواليتي عالي، لكن المحتوى الافريقي والارض الافريقيه مش محتاجه كده، محتاجه لعيبه عايزه شربه تعرف تنزل، لعيبه بتروح تلعب في دوري ابطال افريقيا، بتلعب صن داونز 3 العصر، لعيبه بتروح تلعب قصاد فرق مالي، قصاد غانا، قصاد غينيا، قصاد فرق جنوب افريقيا. فاهم قصدي؟ لعيبه بتحتك مع لعيبه الوداد، لعيبه بتحتك مع الرجاء، لعيبه بتحتك مع المنتخبات مع الفرق المصريه والمنتخبات المصريه. كل الاعمار الجزائريه السنه اللي فاتت منتخب الجزائر خسران بطوله الشباب لافريقيا امام السنغال بركلات الجزائر. ازاي يا جماعه؟ والبطوله كانت منظمه في الجزائر. لازم نبص، دي كلها علامات استفهام، علامه استفهام. لازم المنتخب الجزائري حان وقت التغيير والتجديد، لازم تغير جلدك، لازم في لاعيبه كتير مش عايز اذكر اسماء ما اشوفهاش بعد كده في منتخب الجزائر. في لاعيبه كتير خلاص نهايه مع منتخب الجزائر، يعني هنشوف امبارح نهايه جمال بالماضي ونهايه بقى شويه لعيبه كده، لعيبه خلاص نهايه كده، خلص رصيدهم، خلص ما عرفوش يقدموا اللي كان مطلوب منهم. اذهب وبص، شوف الكوادر، شوف البنيه التحتيه عندك عامله ازاي، شوف اللعيبه الشباب اللي عندك، ابدا غير فكرك عشان تنضج وتعرف تكسب تاني البطولات. الجزائر طول عمرها فرقه كبيره جدا في الكوره يا جماعه، مش بهزر والله، بس فعلا الجزائر منتخب عالي 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 عالي، منتخب توب في افريقيا. انا بكلمك بكل صراحه، منتخب توب في افريقيا، يعني مش عايز اتكلم كتير، لكن الجزائر فعلا منتخب محترم، والجزائر فعلا منتخب على قدر المسؤوليه، واحنا كنا نفسنا طبعا تأهل الجزائر، لكن اللي كان احق كان طبعا المنتخب الموريتاني، الدوله الموريتانيه الشقيقه، دولة عربية زينا، دولة محترمة جدا. فأحب أقول لها كلمتين بقى دول. يبقى احنا اتكلمنا عن الجزائر واتكلمنا عن سبب عدم التأهل، لازم نتكلم بقى عن موريتانيا والجهود. سنة 2019 كانت بطولة معمولة في مصر، موريتانيا حالفها الحظ وقدرت ان هي بمجهودها توصل وتيجي نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. طلع معاك في المجموعة كان معاك
تونس في المجموعة. عمرنا ما ننسى طبعا المنتخب الموريتاني، ما خسرش من دور المجموعات، اعتقد 3 تعادلات. فبداية بقى كان بداية البداية كانت ايه؟ لازم انا اكون دايما متواجد في بطولة افريقيا، ده كان التارجت فعلا. كل بطولة الاقي منتخب موريتاني. طب رقم 2 ايه؟ اشد حيلي بقى واتأهل. دلوقتي افريقيا ما بقتش بالاسماء، افريقيا بالمنتخبات والوهود. كل ما هتجتهد كل ما تعرف تبعد في البطولة، كل ما تعرف تبعد ويبقى ليك نفس كويس في البطولة. نفسك الطويل ده بيجي بمجهود لعيبتك، بيجي بالعناصر الفردية، بيجي بالفرقة كاملة. لازم الفرقة كلها تحب، لازم كلنا نحب الكيان، لازم كلنا نحب الدولة، لازم كلنا نسعى للمنتخب الجزائري، المنتخب الموريتاني. فعشان كده الخطوة الأولى كانت التأهل، بعد كده التواجد، كان دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة وعلى الخطى الثابت اللي انت تتأهل، وتتأهل لدور 16 بعد فوز مستحق جدا 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 على الجزائر. امبارح لعيبة بتقاتل للمنتخب الموريتاني. منتخب موريتاني بإدارة مدير فني من جزر القمر، راجل محترم جدا، الراجل عامل شغل، الراجل عامل نجاحات. حتى في بطولة كأس العرب كانوا عاملين شغل كويس. فبنتكلم بكل صراحة، منتخب فعلا تحية ليه وإجلال، لأن أنت من الصعب أن أنت تكون موجود وسط الوحوش في أفريقيا، لكن ليس موريتاني الصعب، ليس موريتانيا فرقة محترمة جدا. موريتانيا تستاهل أكتر من كده، والحمد لله شوية انصاف فعلا للمنتخب موريتانيا، لأن منتخب موريتانيا فوق الراس ويستاهل كل خير. تأهل مستحق جدا لدور 16، تأهل بطعم يعني الفوز الجميل على منتخب الجزائر الشقيق. كلنا اخوات، وعمر ما الكورة تفرق ما بيننا، بالعكس ده احنا نفرح لفوز بعض، واحنا بنهني منتخب الجزائر، فرقة محترمة. لكن مش للأسف وقتكم للإنصاف، لكن دلوقتي وقت المنتخب الموريتاني. ألف مبروك منتخب الموريتاني التأهل، وبإذن الله تغطية ليكم تكون جميلة. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس فعلا هارد لك للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري، هارد لك الشعب الجزائري. الف مبروك الشعب الموريتاني. شكرا على المتابعه. كان معكم محمد في قناه زملكاوي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين، وانصرهم بنصرك العزيز يا رب العالمين. كلنا قلوبنا في فلسطين، وعمر ما فلسطين تروح من قلبنا. كلنا بندعم فلسطين، لان فعلا فلسطين في القلب وفي العين. يا رب انصرهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم. باذن الله في حلقه اسيا ان شاء الله على بكره او على بعده، وباذن الله في حلقه اسمها حصاد تكتيكي هعملها، هنتكلم عن ابرز تكتيكات، وهنتكلم عن بقى حلقه تانية توقعات دور 16، وهنتكلم بقى على اللي حصل في دور 16، ونقول مين المنتخبات فعلا اللي تأهلت عن جداره. ومنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لاخواتي وحبايبي، كلنا عيله والله العظيم. انا ما بقول الا ان احنا كلنا اخوات، انا فعلا بحبكم في الله. يا رب اكرمني وعزني بيكم، واجعلني يعني اكون خفيف على قلوبكم، وتكونوا فعلا بتحبوا الفيديوهات، لان فعلا انا بعتز بيكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.